السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، نتمنى يكون كل شيء بخير. رحلة جديدة مع الأصدقاء كنتواجدوا في أوزود مخيم صالح. بتنا ليلة هنايا ومن بعد غادي نتوجهوا لبلويدان. ونخليكم من بعد اللقطات دوزنا في أوزود، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو. هنا حزمنا الأمتعة ديالنا باش نخرجوا من أوزود. الدراري سبقوني القدام كيتسناو فيا، وانا دابا غادي نلحق عليهم، ومن بعد تكتشفوا معنا الوجهة الى اين ان شاء الله. خليكم مع الفيديو. الاخوان، المهم حنا دابا كنتواجدوا في اوزود. بتنا فيها البارح الليله ديال السبت، واليوم الصباح ديال الحد. دابا تقريبا شي 10:30. دابا غادي نتحركوا بين الويدان ان شاء الله، ومن بعد بين الويدان غادي نمشيو لواويزغت، ومن بعد واويزغت غادي نمشيو الجبال العجيبه ديال الموج، وكاينين حتى الشلاله تماكين، ومن تما نهبطوا لبني ملال. بني ملال نرجعوا لكازا. يعني هادشي كامل غنديروه في نهار واحد. هادي ويكاند. البارح تحركنا من كازا مع ديك 2:30، وصلنا لأوزود مع شي 7 ولا 7:30. والله ما عقلتش، تقريبا بحال هكا 7 واش وصلنا، ولا 7:30 وصلنا لأوزود. دوزنا فيها الليل زوينه، هي في الليل كيكونوا فيها قهاوي، كيكونوا فيها تكون زاهيه بالليل. الوجهه ديالنا هي ازيلال. الطيب لي داز اسماعيل اخ مصطفى، هادو هما الدراري اللي خارجين في هاد الرحله هادي. الليل طلع الطوموبيل. دخلنا الازيلا، دابا غادي نخرجوا منها نشدوا طريق بلويدان. بين ازيلال وبلويدان ما كاينش بزاف ديال الكيلومتراج، قريب ليها. دابا ضربنا من اوزود لهنا، ضربنا 24 كيلومتر.
سوق البكر الدين ديال الطيب. الملكي يا وليدي. وهنا غنكون وصلنا لبين الويدان. صراحة بين الويدان ما خديناش وقتنا فيه. ضربنا غير شي تصاورات في الطريق وكملنا. المهم هذا هو النفق اللي كيفرق بين ازيلال وويزغت على بين الويدان. وهذه هي الاطلالة. المهم الطراجي الخوت زوين الصراحة بالنسبة اللي عنده الوقت ضيق ويديرو في شي ويكاند بحال هكا. تقريبا الطراجي كامل فيه 640 كيلومتر، يعني من كازا لأوزود ومن أوزود بالويدان وويزغت ثم موج وعين سردون عاد بس كازابلانكا. طراجي زوين وغاديين بريتم زوين، كنوقفو كنتصورو يعني خارقين الاجواء ديالنا. رجعنا بحالاتنا بحال ما كاين والو، بحال ما كنا مسافرين الاول. ودابا وصلنا لواويزغت ولكن ما غندخلوش ليها، غادي نديباسيوها ونكملو نشدو طريق تاقلفت. وهنا غادي نكونو شدينا الطريق ديال موج، الطريق اللي كتربط بين واويزغت وعين السردون. السلام عليكم. الله يرحم الوالدين. دابا نخرجوا لديك الشلالات ديال موج، واش من هنا ولا من هنا؟ من هادي. الله يحفظك الله يحفظك. من بعد فاش توجهنا للطريق ديال موج صراحة واحد المناظر رائعة جدا الاخوان. ما توقعتهاش هاد البلاصه تكون دايره بحال هكا والدنيا خضراء ما شاء الله. وتفاجئنا بهاد المناظر اللي كاينه في الطريق ما معروفاش بزاف صراحه. ما عمرني شفت شي فيديو على هاد الطراجي هادي، واكتشفنا يعني جات غير بالصدفه وصافي ودرناها وما ندمناش عليها. طريق واعره بزاف اللي كتربط بين واويزغت وعين السردون بالضبط، يعني كتطلع لعين السردون وكتشد طريق من عين السردون لواويزغت اللي كدوزك على جبال موج العجيبة. الا دخلتوا للجي بي اس راه كتبوا جبال موج العجيبة راه غادي تطلع لكم الطراجي هادي. وصراحة زوينة بزاف، كاينين الشلالات وكاينين واحد الجبال واحد التضاريس رائعة بزاف اللي تستاهل انك تجي على قبل هاد المنطقة هادي. كيف كتشوفوا في الفيديو الدنيا ما شاء الله خضراء، رغم ان يعني كاين الجفاف والطراجي اللي لاحظتو قبل ما ندخلوا لهاد المنطقة راه كاملة كانت قاحلة. حتى دخلنا لهاد المنطقة هادي ما شاء الله الدنيا خضراء كيف كتشوفوا في الفيديو.
وهنا غادي تكون واحد الوقفة استراحية، نرتاحو ناخدو بعض الصور ديالنا في هاد المناظر الرائعة، ومن بعد نكملو ان شاء الله الطريق ديالنا. تبارك الله. اش زوينين اصاحبي، زوينين. غادي تطبر غاليين هادو اصاحبي. وي يا صاحبي، شكال هاد الكلابات؟ شوف شكال. هذا هو ايدي، هذا هو الفصيلة ديال ايدي. مقطعين ليهم ودنيهم. هذه هي موج الجبال العجيبة. كتواجد بنواحي ديال بني ملال. دابا هي نورمالمون مكتبغيش الموطور باش تدخل تعمق وسط هاد الجبال هادي. المهم الاخوان، خليكم بعض اللقطات ديال الموج وتهلاو في راسكم. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قريب ان شاء الله.